السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ الفيديو النهارده مختلف شويه، هنعمل مع بعض المخللات واولهم مخلل الليف. يلا بينا على الفيديو. اول حاجه انا جبت معاكم الفيديو قبل كده من الارض، مسكته غسلته غسله محترمه وشلت الاوراق اللي كانت فيه كلها. انا يا جماعه هنا بقطعه بالاعدام، مش برمي منه حاجه. هقطعه دلوقتي ونرجع نشوف هنعمل فيه ايه. خلاص انا قطعته، هديله شطفه كمان وهابدأ أنقله بقى في مكان تاني اللي أنا هاشتغل أملّحه فيه يعني. تمام كده؟ كده خلاص أنا نقلته في مكان تاني. دي أول مرحلة، هارُش عليه رشة ملح. أنا كده لسه ما خلّلتوش، أنا لسه هابيّته برشة الملح دي لتاني يوم. بينزّل بقى إيه لو اللِفْت فيه مرارة والّا حاجة بينزّلها، بحيث لو أنا خلّلت معاه أي نوع تاني يكون طعمه حلو. هاسيبه لتاني يوم ونرجع نشوف هنعمل فيه إيه. شايفين دي المَيّة اللي نزلت منّه. خلاص هو كده جاهز إن أنا أخلّله. أنا هاخلّل معاه ليفت يا جماعة، باجيب المَيّة اللي هاخلّله فيها وباضبط ملحها. أنا مش باحبه يكون حادق أوي يعني، يكون مضبوط. والشطة على حسب ما أنت عايز، لو أنت عايزاه spicy عادي تقدري تزوّدي شطة براحتك. يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير واشتراك في القناة. غسلت البرطمان غسلة كويسة وعقّمته وهانزل بكمية الليفت اللي معايا. أنا هاحط طبقة ليفت وطبقة فلفل. تقدري تحطّي معاه جزر، تقدري تحطّي معاه خيار، اللي يعجبِك. هاكمّل باقي الكمية. يا رب فيديوهاتي تكون بتنور رضاكم يا جماعة وتعجبكم، وما تنسونيش باللايك والشير واشتراك، وتقولوا لي إيه رأيكم في المخللات. أنا عملت الليمون وإن شاء الله هانزّله لكم. خلاص أنا نزلت بباقي الكمية، كمّلتها كلّها. هانزل بقى بالمحلول الملحي اللي أنا عاملاه، اللي هو عبارة عن الملح والشطة والمَيّة. ما شاء الله تقدري تاكلي منه تاني يوم، لإنِّك أنتِ لأ رشة الملح اللي عملتها عليها دي بتساعد في سواه شوية، ويفضل معاكِ فريش لآخر واحدة. ما شاء الله. يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة ودعوة حلوة من قلوبكم، واشوف وشكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.